ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جاي لكم النهارده في فيديو جديد. هنعمل مع بعض كيكه البرتقال الجميله بتاعه الشتاء بقى. معايا كيلو من البرتقال هعصره في العصاره. تمام. معايا كوبايتين ونص من الدقيق، هنخلهم كويس جدا. نص كوبايه نشا على كوبايتين ونص دقيق. معايا 3/4 كوبايه زيت. معايا كيكه شيف وكيسان فانيليا. 3 بيضات. وممكن تحطي بدل نص كوبايه النشا تحطي 3 كوبايات دقيق على كل بيضايه كوبايه دقيق. كوبايه ونص او كوبايتين من السكر على حسب ما انت عايزاها مسكره. انا عايزاها مسكره. تمام. ومعلقه الخل. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. تمام. طبعا احنا نبشرها. تمام. هنعمل كوبايه كده حلوه من الكوبايه اللي هي المقدار اللي انا هخليها للسكر والايه والدي والكلام دوت كله الزيت. تمام. هقطعها. رجعت لحضراتكم تاني. نعصر كويس جدا. عايزه تعمليها بالبرتقال الاكبر زي ما انت عايزه، بس البرتقال الصغير دوت حلو جدا. والباقي كده ايه نخليه ممكن تبشريه. اتمنى كده تدعميني كده باللايك والاشتراك كده بالقناه، وعايزه كده القناه تكبر بيكي وليكي ان شاء الله. دعمكم كده يا حبايبي. طبعا يا جماعه انا عصرت كوبايه البرتقانيه، وده قشر البرتقان اهوت. تمام. بشرته من المبشره الصغيره. طبعا دي القالب اللي هعمل فيه الكيكه. ومعايا كوبايتين ونص دقيقه هنخلهم دلوقتي معاكم بالمقدار الكوبايه ديت. ورجعت لحضراتكم تاني. دلوقتي معايا الكوبايه دي مقدار كوبايتين ونص من الدقيق. طبعا انا مشغله الفرن. تمام. على 180 درجه. وهنخله بالمصفى او المنخل. دي زي المنخل كويسه جدا. تمام. الكوبايه الاولى وندخل في الكوبايه الثانيه. دلوقتي نحط الكوبايه عفوا هي. هنحط الكوبايه الثانيه وناقص نص كوبايه وكيس كيكه شيف. لحضراتكم تاني. دلوقتي حطيت الكوبايه اللي نص كوبايه عفوا. هنخلهم 3 مرات. نحط كيس كيكه شيف. كيس كيكه الشيف. وهنخلهم مرتين كمان. يبقى كده كام؟ 3 مرات عشان هي يطلع الهواء منها اهوت. نقلبهم كويس جدا. وهننخله هنا مرتين كمان. المره التانية. فاضل المره التالتة. دخلتهم 3 مرات. كوبايتين ونص دقيق ونص نشا او 3 كوبايات دقيق على حسب ما انت عايزه. طبعا يا جماعه هنحط في الخلاط 3 بيضات عفوا. تمام. والفانيليا عشان ريحه البيض. تمام. وبعد كده السكر والعصير والزيت في الاخر. يا جماعه حطيت البيض. هحط الفانيليا. هضربهم مع بعض دلوقتي الاول في الخلاط. تمام. وارجع لكم. كوبايه السكر. كوبايتين عفوا السكر او كوبايه على حسب ما انت عايزه اهو. تمام. وهنضربهم كويس جدا الاول.
رجعت لحضراتكم تاني. هحط هحط البرتقال واضربها بردك في الخلاط. وهنحط الزيت. يبقى حطينا 3 بيضات فانيليا، كوبايتين سكر، كوبايه عصير، 3/4 كوبايه زيت نضيف. طبعا كوبايه عفوا نص كوبايه النشا ديت انا هنخلها دلوقتي حضراتكم تاني. هحط نص كوبايه النشا برضو هنخلها. مش عايزه تنخليها زي ما انت عايزه تنفع برضو. تمام. وكله تقليب مع بعض. لحضراتكم تاني هحط بقى ايه في الاخر نقطه الخل اللي في الاخر، معلقه الخل يعني. كل ده هنحطه على الدقيق حبه في حبه، وهندهن القالب دوت بزبده وشويه دقيق. بتاع الكيكه طبعا انا حطيت في الاخر معلقه خل ومعايا دقيق. هاخد تدريجيا الدقيق واضربها بالمضرب او بالمضرب الكهربائي او اضربيها في الخلاط زي ما انت عايزه. وهنحط بشره البرتقال في الاخر. حطيت مبشره البرتقال اللي هي بشره البرتقال عفوا، وهنحطها في القالب وهنحطها في الفرن لمده نص ساعه بالظبط، وارجع لحضراتكم تاني نشوف النتيجه مع بعض. هنحطها بقى في الفرن. طبعا يا جماعه انا هعمل بقى شاي بلبن عقبال ما الكيكه تخلص. تمام. جبت كوبايتين وهحط الشاي والسكر واغلي اسخن عفوا اللبن. الشاي والسكر اتمنى كده لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي تضغطي على كلمه اشتراك وفعلي لي الجرس عشان يوصلك اي جديد انا بنزله في قناتي. طبعا يا جماعه تبقى اللبن. اتمنى كده لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي اضغطي على كلمه اشتراك وفعلي لي الجرس عشان يوصلك اي جديد انا بنزله في قناتي. كيكه اهيت حلوه جدا اهيت.